كريم خميس اماميه للاهلي خطيره جدا، ممكن الاول والهدف الاول محمد هاني يحقق الاماني للنادي الاهلي ويسجل اول اهداف اللقاء في الدقيقه 20 من زمن الشوط الاول. يا سلام يا سلام، هو ده الكلام يا هاني، وهو ده الهدف الاول للنادي الاهلي، وهو ده الهدف الاول لمحمد هاني هذا الموسم، اول هدف يجيبه محمد هاني هذا الموسم. قطع حلو، البدايه من اولها حلوه، القصه من اولها حلوه. شوف البدايه، ادي البدايه، اتقطعت الكره في نص الملعب، هو البدايه محمد هاني وهو النهايه. يا سلام يا سلام، القصه، السيناريو، الحوار، ادي بقى الاخراج برضه محمد هاني. هدف رقم 30 للاهلي هذا الموسم، بينيه سحريه من عمرو السولية وتحرك عالمي من معلول، عرضية أجاييه، استلام، دوران، ممكن الثاني، هوبا أجاييه، الله عليك أجاييه، الله عليك جونيور أجاييه، استلام، حطه في ظهره، عمل الصعب وفي الآخر سدد، وكان الختام وسجل هدف النادي الأهلي الثاني وهدفه الثالث هذا الموسم. عنده هدفين، هدف في مرمى مصر للمقاصة في الاسبوع ال11 وفي مرمى النادي امبي في الاسبوع ال13، وده هدفه الثالث هذا الموسم. شوف البداية من اولها عاملة ازاي، ادي علي معلول والبينية والاستلام من جيرالدو، عملها بكعب الرجل المعلول، وادي العرضية، شوف الاستلام بالدوران، هو ده نص الحكاية، هو ده نص الحكاية. طبعا جونيور اجاييه استلم ولف وحط الراجل نقطة انطلاقة للأهلي. أوكا يسجل أوكا الهدف الأول للداخلية، ويصعب الأمور على النادي الأهلي، ويبقى هدف هيحل اللقاء جدا جدا جدا. آدي اللعبة وآدي الخطأ والهفوة من اللاعب أيمن أشرف داخل منطقة الجزاء، لا يسمح بالهفوات، منطقة ريستريكتد اريا ايمن يا اشرف. يا سلام يا سلام، حلو الكلام. هدف اول لنادي الداخلية، هدف استلام، ندفد لسه فيها كلام، بينية وادي انفراد، والثالث خلاص، خلص الكلام. جيرالدو بيضرب الضربة القاضية الفنية، والهدف الثالث من باولو بارتولومي هيرمنجيليدو دا كوستا جيرالدو، اللاعب الأنجولي صاحب ال27 عام وصاحب الجنسية البرازيلية أيضا، بيسدد ويسجل الهدف الثالث للنادي الأهلي، هدف الضربة القاضية الفنية. خلاص خلص الكلام بالنسبة للنادي الأهلي، وأنهى مغامرة النسور الطموحة، وأداء مشرف وراقي ومحترم من النسور في الشوط الثاني. ولكن الشياطين الحمر كالعادة في الدقائق الأخيرة والدقيقة 90